ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل فراخ مشويه مع بطاطس بقى كده زي ما انت شايفه مشويه، وهنعمل توميه، وهنعمل رز كمان بالزبده، والفراخ كمان عاملينها بالزبده. حاجه كده زي العسل تستاهل بقك. انا ولو اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه. تعالوا بقى نشوف طريقه التحضير سريعا. زي ما انتم شايفين البطاطس دايبه وحلوه جدا وطعمها كمان لذيذ، والتوابل بتاعتنا بسيطة وإن شاء الله هتكون موجودة عندك في البيت. اول حاجه هنعملها يا بنات الفراخ بتاعتنا هنعمل لها محلول نقع. الفراخ المره دي لازم محلول النقع ما تستغنيش عنه عشان هنسوي الفراخ على بعضها، فعايزين الصدر بقى يكون دايب كده وطري، وكمان الفراخ بتاعتنا تكون حيقه كويس. زي ما انتم شايفين الميه بتاعتي وحطيت فيها معلقتين ملح، معلقه سكر. حطي بقى المنكهات اللي انت حباها او اللي موجوده برضو عندك في البيت. انا حطيت ورق لوري، حطي قرفة، حطي جنزبيل، قطعت بصلة شرايح، وكمان قطعت فص توم كده شرايح، وحطيت ليمون، وحطيت حطيت معلقة كبيرة خل. ده ابسط يعني ابسط المكونات اللي موجودة عندك، او ابسط المنكهات اللي موجودة عندك في البيت. تقدري طبعا بدل القرفة البودر والجنزبيل البودر تقدري تحطي قرفة خشب وتحطي جنزبيل فريش. تقدري تحطي قشر برتقان، تقدري تحطي اي حاجة. ونسيب بقى الفرخة بتاعتنا جوه محلول النقع لمدة مثلا ساعتين 3. وبعدين بقى نصفي الفراخ بتاعتنا كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده اهو. خطوة بقى اساسية بنات، زي ما انتوا شايفين تجيبوا السكينة وتنغزي بقى صدر الفرخة بالشكل ده، علشان اللحم بتاعك يحيق، او الفرخة بتاعتك اللحم بتاعها يحيق كويس. وكمان علشان بقى تنزلك اي بقى دم او اي حاجة، والفراخ بتاعتك عند التسوية تكون بيضة كده وقشطة وزي العسل. زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا مرة واتنين، ومورقة كده الجلد والصدر زي ما انتوا شايفين. هحطها بقى في محلول النقع وهخلي الفراخ على الصدر بالشكل ده. نيجي بقى عقبال بقى ما الفراخ تتظبط نعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين جبت بطاطس وغسلتها، بطاطس سليمة، وغسلتها كويس جدا وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمسكي البطاطساية وتقسميها بالنص، وبعدين كل نص تعمليه على 3 بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل بقى بطاطس مشوية زي العسل زي ما انتوا شايفين. هنيجي بقى نعمل نعمل الخلطة بتاعتنا او التتبيلة بتاعتنا. انا النهاردة هعمل الفراخ بالزبدة والاعشاب، ودي تتبيلة بسيطة وحلوة جدا. ما تكتريش في النكهات عشان الاطعم ما تدخلش على بعض. فانت حددي انت عايزة ايه في الاول. اول حاجة يا بنات ده زبدة تكون طرية، وحطيت عليها فصوص توم فريش، وحطيت ملح، وحطيت فلفل، حطيت معلقة كبيرة بصل بودر، حطيت معلقة صغيرة توم بودر، حطيت كمان بابريكا. حابة تحطي شطة حطي، بس بقى وزعتر اكتفي بقى بالطعم ده. الطعم ده بيكون خفيف وحلو جدا. ده زعتر سواء بقى زعتر فريش او زعتر ناشف بالشكل ده. افركيه بين ايديكي كويس جدا وحطيه بقى على الزبدة بتاعتك. والبابريكا على حسب بقى معلقة كده حلوة صغيرة مليانة علشان هي اللي هتدينا اللون. وعصير ليمون، تقدري طبعا تحطي بشر ليمون، بس انا ما كانش عندي ليمون كفايه ان انا ابشر بشر ليمون. زي ما انتوا شايفين بقى يا بنات. وهتقلبي بقى الخلطه دي. ما ينفعش بقى تحطي كزبره، ما ينفعش تحطي كمون، ما ينفعش تحطي اي حاجه تاني. ده يعني افصلي الاطعم زي ما قلتلك علشان تاخدي طعم ظريف وحلو جدا. لو حابة بقى خلطة شرقية كده لذيذة، أبقى أعملها لك مرة تاني بمكونات أو بتوابل شرقية وكزبرة بقى وتوم وليمون بقى. هتفرق بقى في الطعم، فده يديكي طعم وده يديكي طعم. يا رب تكون الفكرة واصلة لكم. تعالي بقى نشوف بعد ما نشفنا الفرخة تماما وسبناها تتصفى هنعمل هنتبل بقى الفراخ بالزبدة. زي ما انت شايفة هنتبل جوه البطن بتاع الفرخة بالزبدة كويس. وبعدين بقى هنمسك الزبدة زي ما انتوا شايفين وهحطها بين اسمه بين الجلد وبين اللحم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهندعك بقى كويس جدا الفرخة بتاعتنا
وانا لو انتوا فاكرين ان انا عملت فتحات في الصدر بتاعه ايه الفرخه، فحاولي بقى في صدر الفرخه تروحي مدخله بقى الزبده بين او جوه صدر الفرخه زي ما انتوا شايفين في الخطوه دي. بتمسكي عادي الزبدة، وطبعا انا الفتحات اللي انا عاملاها، وهي طبعا الفرخة لما منقوعة والصدر متفتح واللحم بتاعك طري، فانتي هتعرفي بقى ايه عادي توصلي للحم بتاع اسمه ايه بتاع الفرخة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين من الفتحة دي، وبدخل بقى الزبدة جوه الفتحة لحد بقى طول الصدر، الصدر بالطول او ممكن كمان بالعرض كمان، يعني اللي يريحك. الموضوع هيبقى معاكي سهل ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين بقى الورك بقى يا بنات، بناخد حتة من الزبدة وبنتبل الظهر بالشكل ده. بنحط الزبدة في الظهر بتاع الورك علشان كل حتة في الفرخة بقى تكون محطوط لها الزبدة بالأعشاب بتاعتك. وهنحطها بقى في الكيس الحراري ومع البطاطس، والبطاطس كمان حطيت عليها برضو شوية زبدة بالتوابل. وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنقفل بقى الكيس بتاعنا كويس جدا. والفرن بتاعتي تكون سخنة درجة حرارة 200 او 220، والفرن بتاعتي تكون سخنة. وهحط اسمه ايه الصينية على ارضية الفرن لمدة 35 دقيقة. اول ما تبدأ بقى تغلي والكيس كده يتنفخ، نسيت اقولك ان انا كمان خرمت كده الكيس من الجنب، ما تخرمش كتير وهو خرم صغير كده من الجنب عشان بس ايه ما يفرقعش منك في الفرن. بس بقى ولمدة 35 دقيقة يا بنات. أول ما تلاقي بقى الفرخة بدأت تغلي، فتروحي تروحي تحسبي الوقت بالظبط عشان تطلع معاكي مستوية مظبوط ومش مهرية. هنعمل ايه جنبها يا بنات؟ هنعمل رز بالزبدة. زي ما انتوا شايفين تقدري تعملي مكرونة بقى مسلوقة، مكرونة مسلوقة وتستخدمي الزبدة دي في اللي احنا عملناها بالخلطة، بتكون تحفة. اول حاجه بنات الرز زي ما انتوا شايفين شوحته، بعدين مرقه ومعلقه ملح ابيض، وبعد ما يتشرب كده واديته الزواده بتاعته عادي. وبعد ما يتشرب بالشكل ده تحط بقى معلقه كبيره كده او معلقتين من الزبده بتاعتك، وتوطي بقى خالص. ولمده برضو ربع ساعه هتلاقيه استوى معاكي. واعمليه بقى في الاخر كده علشان يتقدم سخن وريحه الزبده تكون لسه موجوده وتكون مفحفحه معاكي. هنقدم جنبها ايه كمان؟ الوصفة دي حلوة جدا وبيمشي معاها التومية، بيليق معاها التومية حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كوباية مية صغيرة عليها معلقة نشا كبيرة، وتقلبي كويس جدا لحد ما تستوي معاكي وتبقلل كده، وتسيبيها تبرد. وطبعا تحطي معاها فصين من التوم، وتسيبيها بقى تبرد على جنب. وهنعمل بقى ايه؟ هنكمل التومية بتاعتنا اللي كلنا عارفينها، عملتها معاكم كذا مرة. ادي هي كده بردت يا بنات. وهنحط بقى عليها معلقة خل، هنحط عليها شوية لبن، ممكن علبة زبادي، ونحط عليها شوية ملح ابيض، وتضربي كويس جدا لحد ما النشا يتجانس مع اللبن بتاعك. وبعدين بقى تحطي في الاخر شوية كده من الزيت، في معدل نص مثلا كوباية او اقل كمان، ممكن من نص كوباية، لحد ما تحصلي بقى او تاخدي القوام اللي انت حباه. زي ما انتوا شايفين حشت شوية على اساس تبقى تومية بقى باردة، وبعدين بقى الباقي بحط عليه هريسة وبضربه زي ما انتوا شايفين، وبيكون معايا تومية بقى ايه حرة. يبقى معاه كده ومعاه كده. بعد 35 دقيقة ده كان شكل الفراخ. افتحي بقى الكيس بالمقص وخلي بالك من البخار علشان بقى ايه ما يطلعش كله على ايدك وتتلسعي. هنقص بقى الكيس بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ومعايا بقى الفرشة بتاعتنا والسوائل او الزبدة اللي نازلة من الفراخ، وهدهن بيها الفراخ بتاعتي بالشكل ده، وهدخلها تحت الشواية وهحمرها بقى من جميع الجوانب. ما تزوديش عن 35 دقيقة او 40 دقيقة بالكتير، وخصوصا لو الفراخ بتاعتك حجم صغير، علشان الفرخة ما تتهريش منك وتقدري تتحكمي فيها وتقلبيها بقى وتحمريها بقى من الصدر ومن الاوراق ومن الظهر بالشكل ده. وقدميها بقى بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا، حاجة كده زي العسل. نكهتها حلوة جدا وطعمها حلو جدا. طعم الزبدة في البطاطس لذيذ، والتوابل خفيفة وحلوة، والرز زي العسل.
يا رب الوصفة النهاردة تعجبك، وابقوا قولي لي رأيك، جربيها وابقوا قولي لي رأيك، ومستنية رأيك في الكومنتات. باي باي.